السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا سائق مهني ديال نقل المسافرين مده ديال تراوح ديال 35 سنه، وحنا كنا تنعانيو مع الافارقه بزاف اخويا، لان الناس كانوا ناس طاغين، الناس مسخين في الافكار ديالهم، ناس همجيين، ناس بزاف ديال الحوايج كاع المواصفات نقول شنو نقول لك، مشاكل عويصات وحد ما غادي يقدروها، السرقه، بيع المخدرات، انتهاء المخدرات، بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوا يمارسوا هاد الناس هادو، سرقه موصوفه، العنف، وبزاف ديال الحوايج خطيرين، خطر كبير وكثير، لان الدرجه ديالنا حنا ما كناش نقدروش ندوزو وحدهم كاع تقريبا، الحافله تدوز بالركاب ديالها يقدروا يهاجموها في اي لحظه، تخاف انت بان غيهاجموك. ما كانوا تيستغلوا ان هذه قضيه ديال الحميه، هما كانوا تيمشيو عصابات كعصابات. الحمد لله شعور زوين، وحتى نشكروا رجال الامن ديالنا، الحمد لله بلاد ديالنا فيها الناس اللي سهروا جميعا، اللي سهروا على هذه النظافه، هذا الوسخ، وعلى راسهم السيد الوالي الحمد لله. حنا متنين ليه بهذا الشيء اللي دار، هذا المجهودات اللي قام شخصيا، لان قالوا لنا الناس من الصباح هو كان هنا الحمد لله، واش الامور دازت بخير وعلى خير الحمد لله، وانتم خير دليل هذا، والحمد لله نتمناو خير من الحمد لله. تعود تدوز بعدا وانك عندك الثقه في راسك بانك دايز، ما خايفش، غادي تدوز وانت خايف اللي يخرج شي واحد يشدك ولا غيهجم عليك ولا يسرقك، ولا الناس ما تيدوزوش مواطنين وخلاص. بالليل مازال بالنهار شويه على الوضيعه النهار، ما بالليل ما كاينش الراكب والركاب، والحمد لله الناس غير سمعوا هذا الشيء، راه باقا انت مازال هذا الركود هذا، انت ما كاين حتى حاجه لهاد الساعه. دابا انتم يعني كتستبشروا على غيكون واحد الانتعاش، والحمد لله نستبشروا حنايا غير بالنظافه ديالنا، حنا بعدا نفسانيا ارتاحينا، هاد ما بك راه عينينا ضرونا، كاين اللي ما كاينش مخير فينا راه مشى على الطريق ديال العينين، هاد الرائحه هاد النتيئه اللي كانت هنا. شحال من عام وانتم كنتو كتعانيو معاهم؟ وراه مده ديال 8 سنين 9 سنين تقريبا، ديال 7 سنين 8 سنين تقريبا، ما بقاش لنا كاع هربوا كلشي هربوا من الاخر ولا كلشي مخلط، كلشي واش ولا يهرسوا العباد الله ماشي حشومه، شي واحد شد واش عباد الله غادي في كار وكار خارج من المحطه وكار تيتهرس، راه دابا اللي كاين هو اننا الحمد لله هذا الشيء اللي دار لنا السيد الوالي والناس ديال الامن اللي هما مشكورين، الله يجازيهم بخير، وقفوا ونقاونا من هذه الحثاله هذه، نقاونا من هذا الوسخ هذا. الحمد لله تنستبشروا خير، بان تتمنوا بعد من هذا المنبر تنوجه ان جميع الركاب واللي يزاولوا محطه ولاد زيان او ما يرجعوا، لان محطه ولاد زيان ولات بخير وعلى خير، راه تنقات وراه ولات بخير، يستقبلها اي واحد ليلا او نهارا. حنا الحمد لله كاين الامن وامن بالزيت، نرى دخلوا القوات بجميع الاشكال ديالها، وعلى الراس ديالها السيد والي الدار البيضاء الكبرى اللي تنشكروه، ونقانا من هذا الوساخ اللي كان في هذه المحطه هذه، والحمد لله بغينا من الناس الركاب او لي فواياجور يجيو الحافلات ديالهم، راه ان شاء الله تنتظرهم باحسن الخدمه وباحسن الجوده ديال الخدمه، وان شاء الله الرحمن الرحيم تتمناو بخير ان شاء الله، ومازال شي حوايج اخرين غادي يتنقاو من هنا لقدام، جاي ليهم الناس اللي هما مسؤولين واللي ساهرين على التنظيم ونظام المحطه. انا تنقول لها انا 100% ان هذا اخلاء رسمي، هذا نهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان خصو يكون خصو يطبق. الكليان كيخاف، المواطن كيمشي يجي للكار كيتهشر من الكار ويمشي ليه، اللي حطوا الكار هنايا، اللي حطوا الكار باللي هنا كيخاف ما يقدش يتحرك من بلاصتو، اللي دخل المحطه كيبقى مرون، فهمتي. كنتو كتعانيو بزاف معاهم؟ كنعانيو معاهم بزاف ماشي زعما، ولكن كنشكروا الامن وكنشكروا ولي الامن وكنشكروا السلطه كامله الحمد لله، وكنشكروا الصحافه وعيشه الملك، الله ينصر سيدنا. النظافه راه ما تجي هاد الشنطه ديالك وداخل المحطه نقي وزوين، ويقابلك الكار بواحد المستوى زوينه، فهمتي. وكندعيو لاي واحد ان شاء الله يكون هذا المستقبل ديال هذه النظافه تكون مزيانه ان شاء الله. كيفاش كانت العمليه ديال الاخلاء ديالهم؟ لا يرثى اخويا، الصراحه مزيان. انا براسي ما نقدش نوقف، انا براسي نجي كاع بالسياره ديالي باجره ونبغي نوقف عند نتكا فيها ولا شي يطلع الفجر ما نقدرش نتكا فيها الصراحه. هي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.